السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. النهاردة هنعمل أحلى لحمة محمرة، أحلى رقاق في الفرن، أحلى فتة ممكن تاكلوها في حياتكم، أحلى حاجة عشان خاطر متابعيني حبايبي في كل مكان. نبدأ تحمير اللحمة، حتة لسان سمنة صغيرة ونحطها ونضيف اللحمة قطع صغيرة ونسيبها نقلب فيها، ونبص اللحمة اللي احنا بنسلقها عشان خاطر نكمل الفتة. احط طشة الثوم، بحب دايما احط الخل على الشطة اللي انا عاملاها اللي هي الشطيطة ديت، واروح مقلباها معاها تدي لون احمر بريحة تحفة. بعد كده الصلصة دي انا عاملاها في البيت، شوفوا جميلة ازاي. فكروني نبقى نعملها مرة بعد كده. عملنا الطشة بالخل، حطينا الصلصة بتاعتنا سبكت حلو، نزود عليها شوية شوربة صغيرين تغلي، ونحيقها ونظبط توابلها ونطفي عليها. وكده قرب وكده خلصنا. نرجع بقى للحمه المحمره، نحط توابلها ملح وفلفل ومعلقه ديمجلاس، بس كده بيدي طعم وبيدي حلاوه كده للحمه. هو ده التوابل بتاعتنا النهارده. قلبناها في قلب اللحمه المحمره وسبناها، شوف اللون جميل ازاي، وسبناها تكمل سوا. بس كده، هو مش عايزه اكتر من كده. تحفه تحفه. نرجع بقى لصينيه الرقاق، حطينا الشوربه بتاعتنا الجميله المغليه وحلوه، نكملها بكوبايه لبن كده جميله، بتدي طعم حلو قوي قوي للرقاق، بتخليه تحفه كده. الف هنا. المهم، وادي اللحمه المعصجه ديت انا عاملاها من قبل العيد على فكره، عشان خاطر انا عارفه بقى وقت العيد بيبقى زحمه وضيق قوي للجميع. جبنا بعد كده الرقاق، حطينا معلقه سمنه في قلب الصينيه ومعلقتين من الشوربه باللبن اللي انا عاملاه. اسقي الرقاقه كويس كده باللبن والشوربه، ما يهمناش، اهم حاجه عندي رقاقه سليمه تحت ورقاقه سليمه فوق، وبعد كده كله مكسر. كانوا يقولوا لي لا ما ينفعش، لا ما ينفعش ليه؟ لا ينفع، كل حاجه عندنا تنفع. بصوا الجمال. اسقي وحطي لحد ما تخلصي كل الرقاق اللي عندك. خلصت كل المكسر، حطيت اللحمه المفرومه الجميله اهيت، رصيتها ما بين طبقات الرقاق، حلوه وجميله، هتعجبكم قوي. المهم، شايفين الرقاق المكسر ازاي؟ ولا رميته ولا استغنيت عنه ولا دورت على السليم، ولا واحده برميها. شوفوا الجمال. لاخر فتفوته بحطها، لاخر حاجه بنزلها معانا. شوفوا الجمال. بصوا بقى التسقيه الحلوه ديت، معلقه من اللبن على حته جبنه كريمي على فكره مش قشطه، وزودتها معلقه سمنه. اسقي بيها وش الرقاق كده، صينيه الرقاق كانك بتحطي قشطه بالظبط، بتدي تيست حلو قوي للرقاق، وتخلي الصينيه جميله حلوه قوي، والتحميره بتاعتها زي الفطير المشلتت بالظبط. شوفوا الجمال. ما شاء الله ما شاء الله. والله لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا جدا. ما توقفوش، ما تخليش حاجه تقف عندك. نرجع تاني للفتة بتاعتنا، حتة سمنة بلدي، معلقة توم كده صغننة، حمريها يا دوبك تصفر. انا مقطعة العيش ومجهزاه، اروح منزلاه بقى. هنزل العيش، حمري العيش بتاعك في قلب السمنة ديت بحتة التوم. يا نهار ابيض على الجمال والحلاوة، يتاكل حاف من غير حاجة خالص. قلبي لحد ما العيش كده ياخد معاكي لون حلو وقرمشة حلوة، عشان خاطر يطرب الشوربة اللي انت هتحطيها، هيدي طعم جميل. ما شاء الله ما شاء الله. انتوا جربوها بس والله مش هتبطلوا تعملوها من سهولتها ومن جمالها. حطي الشوربة بقى بتاعتك السخنة المغلية ديت، بس كده. انا بحب احط معلقة صلصة كمان على العيش، بيديله كده تيست وطعمه حلو قوي، يتاكل لوحده حتى. بس كده. نحط بقى الرز بتاعنا. حطي الرز. يلا حطي الرز بتاعنا بقى كده، رصيه حلو في الطبق. ايوه ايوه. شوفي. حطي الصلصه، لازم اغرقها كلها صلصه، ما بيحبوهاش غير بكده. حطي صلصه. بس كده. كل سنه وانتم طيبين ودايما فرحانين يا رب، يا رب دايما يوعدها علينا وعليكم بخير، اللهم امين. شوفوا الصلصه جميله ازاي ولونها حلو ازاي. ما استخدمتش اي حاجه من بره، ولا صلصه ولا اي حاجه خالص، من عندي انا. بصوا نحط بقى اللحمه المحمره. ادي اللحمه المسلوقه بتاعتنا، شفتوا الرق جميل ازاي، شفتوا لونه تحفه اهو، شوفوا جميل ازاي. كل سنه وانتم طيبين ويعودها علينا وعليكم بخير، امين.